يقول له احلق لي شعري زيرو زلبطه. اب عارف ان بنته اللي عندها 15 سنه بتمشي مع شاب صايع. طب يا ستي انت ما قعدتيش مع بنتك وربطيها ليه؟ إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة اللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام جدا، إن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فاعلها لن تفيده، وإن العقاب واقع لا محالة. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت في مركز اسمه مركز طلخة، محافظة الدقهلية. بس قبل ما نبدأ عايزكم بس في الكومنتات تكتبوا لي اللي عمله الأب ده كان صح؟ طب اللي عملته الأم ده كان صح؟ أيهما كان على صواب والآخر على خطأ؟ إيه اللي حصل؟ الأب اسمه محمد والأم اسمها سهام، متجوزين وعندهم بنت اسمها ليلى. زي ما ربنا أحل الزواج أحل الانفصال بالطلاق. الاتنين انفصلوا عن بعض. الأم قالت أنا مش عايزة ليلى، خد ربيها أنت. الأب خد ليلى عنده، والأم استقلت بحياتها. الأب اتجوز والأم اتجوزت والبنت عايشة مع أبوها. ليلى عندها 15 سنة، سن مراهقة خطير. المفروض السن ده البنت تكون مع أمها. الأم هي اللي تقدر تحتويها وهي اللي تعرفها الصح من الغلط. في السن ده بالذات لازم البنت تكون مع أمها، لأن البنت بتمر بتغيرات فسيولوجية، شكلها، حاجات بتحصل للأنثى. المفترض إن الأب ما يقدرش يفهم لبنته الحاجات دي والتغيرات اللي بتطرأ عليها والمشاعر والأحاسيس واللي هي بتبقى حاسة بيه. أمها هي اللي تقدر تفهمها، لكن البنت مع أمها. البنت من خلال المحمول وشبكات التواصل الاجتماعي وعلى صفحتها على الفيس اتعرفت على شاب اسمه ماجد. رغم ان البنت 15 سنة في تالتة اعدادي، ماجد عنده 21 سنة. ابتدت البنت لما بتروح المدرسة وتروح الدروس الخصوصية بيستناها الأخ ده ويقعدوا يمشوا مع بعضيهم ماجد ويتفسحوا ويقعدوا على كافيهات، لغاية ما في واحد شافها راح قال لأبوها: يا حاج محمد، يا أستاذ محمد، بنتك على فكرة أنا شايفها قاعدة مع الواد والواد ده مش كويس وقاعدين على كافيه. الأب جاب بنته: يا بنتي أنت تعرف الواد ده؟ قالت له: لا. يعني أنت ما قعدتش على كافيه؟ لا ما قعدتش على كافيه. نزل فيها ضرب وحذرها إن هو هيتابعها ويراقبها، ولو شافها ماشية مع الواد ده تاني مش هيكون فيه غير الضرب والتعذيب. البنت قالت له: أنا ما أعرفش حد. المهم الأب ما اطمنش، راح مسك الموبايل بتاع البنت، بالفعل لقى رسائل ولقى فيديوهات ولقى نزل في بنته ضرب، وراح حرمها من انها تروح المدرسه ومن الدروس الخصوصيه وحبسها. البنت كانت بتهرب بمساعده مرات ابوها وتروح الدرس، بس كانت بتقول لمرات ابوها الدرس ومستقبلي، وكانت بتنزل تقابل ماجد. الاب عرف يعمل ايه؟ ده اللي احنا بنقول بقى اللي عمله الاب ده صح ولا غلط. واحنا صغيرين ايام الثانوي لما كان يبقى عندنا امتحان وعايزين ننزل ونلعب ونروح، كان في شباب منا يعمل ايه؟ يجيب مكنه الحلاقه او يروح عند الحلاق او الصالون يقول له احلق لي شعري زيرو زلبطه. وكان الحلاق معروف ايام الامتحانات دب 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 يخلي الواحد دماغه دي صلعه عشان الواحد ما يخرجش بره ويقعد يذاكر. الاب يعمل ايه مع بنته عشان يكسرها ويخلي الواد ده يبعد عنها وهي نفسها تنكسر وما تروحش للواد؟ عقله هياله راح جنب كانت حلاقه وراح حلق للبنت شعرها على الزيرو، عارف اللي هو زلبطه خالص، وراح ضربها وربطها وقال لها مفيش خروج.
البنت فضلت تعيط، مرات الاب برضه، دي بنت عندها 15 سنه، يا بنت عايزه اكلم امي. راحت جات لها خدي كلم امي بس اوعى تقولي لابوك. راحت كلمت امها، الحاجيني يا امايا ابويا حلاج لي ابويا. الام افتكرت ان لها بنت، جرت فكت بنتها وعملت مصيبه وراحت واخده بنتها. وده التصرف اللي عايزين نعرف اللي عملته الام صح ولا غلط. التصرف اللي عمله الاب لما ربط بنته وكتفها وضربها لما شاف الصور وعرف انها بتقابل الواد وتقعد على الكافيهات وما تروحش الدروس لما حلق شعرها وربطها، كان تصرف صح؟ اكتبوا لنا في الكومنتات. طب ما نيجي للام عملت ايه؟ راحت فكه بنتها وراحت طالعه بيها على قسم مركز شرطه طلخه، حررت اللي هو طلقها وابو البنت محضر بسوء مراعاه البنت واصابتها بتقرير طبي في الضرب على جسمها وحلق شعرها، وتم القبض على الاب. الاب في اتحاد قال يا جماعه انتوا بتعاملوني على ايه؟ انتوا هتحبسوني ليه؟ اي ضربتها؟ ايوه ضربتها. حلقت لها شعرها؟ ايوه حلقت لها شعرها، بس انا مش بعمل كده لحبي ان انا بتلذذ بتعذيب بنتي، انا عملت كده عشان ماشيه مع ولد صايع يسالوا عنه، معروف في المنطقه كلها ان هو واد مش كويس وبرشامجي وضحك على بنتي اللي عندها 15 سنه، وبنتي انا بخرج لشغل وهي بتطلع من ورايا ومحدش جادرها ولا مراتي حتى اللي هي مرات ابوها جادر عليها، وبتخرج وبتقابله. اعمل ايه طيب؟ اموتها؟ قلت احلق لها شعرها عشان ما تنزلش، مش هتقدر تنزل الشارع وهي حالقه شعرها وهي مش محجب. لكن القانون البنت لها تقرير طبي والبنت باين عليها فعلا التعذيب والضرب، وكفايه ان هو عمل لها حلق شعرها ودي زينه البنت، في حين ان الام مصممه على اتهام جوزها او طلاقها ان هو ضربها وان بنتها اخلاقها فوق الوصف وان دي كلها افتراءات او افتراء من ابوها علشان يعذبها وخلاص عشان ينتقم منها ان انا ما خدتش البنت. طب ما خدتش البنت ليه؟ طب ما كنت خدت بنتك، انت افتكرتها دلوقتي؟ خايفه عليها من ابوها؟ خديها. خايفه على شعرها من ابوها؟ خديها. خايفه على بنتها من التعذيب؟ ما على بنتك من التعذيب؟ خديها. لكن تروحي تتهم الاب وتسجنيه؟ طب هو الاب، انا مش هقول هل غلط او ما غلطش، احنا ضد الضرب، لكن نسمع وجهه نظركم. اب عارف ان بنته اللي عندها 15 سنه بتمشي مع شاب صايع وبتكلمه وبينهم رسائل. طب يعمل الاب لو انتوا مكانه؟ واللي عملته الام طيب لما بلغت عن والد الطفله اللي مع طفله 15 سنه في نظر القانون طفل انه عذب بنته وحلق لها شعرها، كان تصرف صح؟ طب انت هتسجن يا ابو البنت. في الاول وفي الاخر ده ضرب وتعذيب وحلق شعر، يعني هيسجن. طب انت استفدت ايه؟ طب يا ستي انت ما قعدتيش مع بنتك وربيتيها ليه؟ ما قعدتيش بنتك يا ليلى اللي عملتيه غلط يا بنتي، المفروض البنت كذا وسمعه البنت وشرف البنت وعرض البنت، عرض البنت وابوك يا حبيبتي والناس هيقولوا عليك ايه لما تقعد وانت في السن الصغير، انت لسه في ثالثه اعدادي، لما تدخلي سنه وتدخلي جامعه هتعمل ايه؟ واللي انت مصاحباه ده واد برشامجي وواد مش كويس وواد هيأثر على سمعتك واصبري لما تدخلي الجامعه ويجي. المفترض الام كده. لكن انا اقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكر.